ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الحكومة أول البنك المركزي أول ما طلع العملة البوليمر أو البوليمر، يعني حسب نطقك أنت، فذكر المزايا كتير للعملة ديت. قال لك أولا العملة دي ما بتتقطعش، وهي طلعت بتتقطع. قال لك ما بتتوسخش، وهي طلعت بتتوسخ. قال لك ما بتكرمش، طلعت بتكرمش. قال لك ما بينكتبش عليها، وطلع بينكتب عليها. العملة دي أنا عايز أقول لك إن أنت لو حطيتها في تابلو العربية في يوم حر، حطيتها على التابلو كده هتكرمش وتنشف. لو نزل عليها سوائل بتطمس المعالم. لو أنت جبت مية كده اهوت ومشيت ايدك عليها مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي العملة بتبقى عبارة عن حتة بلاستيك أبيض. طيب انت بتقول انت نزلت العمله ديت بناء على المزايا ديت، واتضح ان المزايا دي كلها عيوب مش مزايا، عيوب مش مزايا. وقلت احنا تاني دوله في العالم هننشئ المصنع بعد انجلترا، واللي. طيب السؤال هنا، لما فيها كل المزايا ديت واحنا هنبقى تاني دوله في العالم ولنا السبق الاقتصادي والحاجات الجميله دي كلها، طب ليه امريكا سيده العملات ما عملتش الدولار زي البوليمر او البوليمر؟ الدولار ورق زي ما هو، ورق زي ما هو. فكان من الاولى ان سيد العملات يبقى بوليمر، ولكن ما بقاش بوليمر. ف تاني ده بوجهه للبنك المركزي، بقول له يا ريت ترجعوا لنا العمله الورقيه اللي شغالين بيها طول عمرنا، واللي كل دول العالم شغاله بيه طول عمرها. لان في قناعه لدى الشعب حاليا بتقول ان الخنقه الاقتصاديه الشديده وارتفاع الاسعار بطريقه جنونيه وعدم مواكبه راتب المواطن او دخل المواطن للارتفاعات الرهيبه ديت كان متواكب مع اصدار العمله ديت. فهم اعتبروها فعل سيء. كل ما يطلع العمله ديت طلع بعد منها ال 20 جنيه، برضو الظروف خانقه اقتصاديا. فيا ريت نرجع للعمله الورقيه القديمه، لان الشعب بصراحه مش حابب العمله دي. اذا عجبك الفيديو دوس لايك، سبسكرايب، وفعل زرار الجرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.